بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا بعد ما خدنا الأصناف والتوريدات والمبيعات والمرتجعات والمصروفات وتقارير مخازن وتقارير مالية وتقارير أصناف وتقارير فترة معينة وتقارير مستخدمين، وأتمنى أن أكون أعطيت لكل واحد منهم حقه في الشرح والتفصيل والإيضاح. وأخيرا ننتقل إلى الأدوات. أولا عن الشركة المصمم وثم سمسات ننزلها إن شاء الله. طباعة الباركود زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، الباركود ده كلام تاني لوحده خالص. يعني تختار مثلا سامسونج اس 3 مثلا، السعر هي بص الباركود هيطبع عليه السعر بقى. مثلا الباركود هيطبع لك 2 منه من سامسونج اس 3 باركود، بيبدأ مثلا من 1008 10008، لأن احنا قلنا قبل كده اللي بيبدأ من 5 ديجيت، لأن الاسكانر باركود ما بيقراش أقل من 5 ديجيت. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين بتبدأ مثلا تطبع. للأسف أنا دلوقتي مش متوفر عندي الطبعة بتاعة الباركود، وهكذا بقى وتسجل وتطبع. بس خد بالك انك الرقم اللي بتحطه وليكن مثلا للاس 3 سعره مثلا 2000، والرقم اللي بتحطه مثلا العدد اللي بتحطه مثلا 10، بيطبع لك 10 باركود عشان تبقى واخد بالك. بس لان الاسكانر هيعوز بنفس 1008 برضه. تمام، تطبع عادي خالص ولا اي مشكلة، وعرض الطباعة مفيش اي مشكلة خالص. كده نخش على برضه حفظ نسخة من قاعدة البيانات. نخش على حفظ نسخة من قاعدة البيانات. نجيب لك كونتينيو، نجيب لك مثلا تحديث قاعدة البيانات. تم تحديث قاعدة البيانات بنجاح. بيانات المنشأة زي ما حضراتكم شايفين. ممكن تغير خلفية البرنامج، ولتكن مثلا غير الخلفية، ولتكن نبدأ في تغيير الخلفية. تكن صورتي أنا مثلا اهي، يبقى كده غيرت خلفية البرنامج. لو انت كشركة مثلا عايز تحط خلفية برنامج بتاعك او كده مفيش ادنى مشكلة، وتعمل حفظ. تمام، نخش بعد كده على الادوات. اعدادات البرنامج، يعني مثلا النهاردة الاربعاء الموافق 25 من شهر يناير سنة 2017 ميلادية. تشغيل برنامج مع بدء الويندوز ممكن تعمله زي مثلا كده يعني. والحاجات دي بقى انت تطلع عليها وتشوف اللي يناسبك ومش اللي يناسبك. نوع العملة الرسمية في المشتريات جنيه مصري، جنيه استرليني، كل الحاجات متوفرة. واستخدام البرنامج في المبيعات فقط. نود انا بشتغل مبيعات ومشتريات، وإظهار ضريبة المبيعات زي ما حضرتك تحب، وزيادة الكمية الفعلية عن الكمية الموجودة بالمخزن، وعند إضافة الصنف كما تظهر علامة الباركود. دي كلها حاجات مطروقة ليك تغير فيها كيفما شئت. أيضا البرنامج يتميز بإمكانية الربط الشبكي الداخلي والمحلي. أنا دلوقتي شغال على مسار البرنامج عشان مش رابط بأي حد. لو عامل محلي يبقى مثلا شبكة مع بعضنا، الشبكة صغيرة، لكن شبكة يبقى عن طريق النت. وبيكون عندنا جهاز متحمل عليه الداتابيز قاعدة البيانات، وعشان تستخدمه في الحاجات اللي انت بتشتغل عليها. تمام، أرجو لكم. وإلى أدوات البرنامج زي ما قلنا قبل كده اهيت. الأدوات الهاتف اللي انت عايز تسجل هاتف كذا 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 كذا، والوظيفة بتاعته والأدوات. آخر حاجة صلاحيات المستخدمين اللي انت بتستخدمها
في الشبكي، أو إن أكتر من حد يخش ويبيع مكانك، بس بكل حسب صلاحياته. أنت ممكن تدي صلاحيات المدير للشخص اللي أنت هتعمله. مثلا وليكن هنعمل إضافة لواحد، وليكن منار، ونعمل لها باسورد مثلا 4 أصفار، ونديها صلاحيات المدير والكل، ونخش نعمل مبيعات سيارة، مرتجعات كده، ونعمل حفظ. هيظهر لي في دول أدمن وأبو علفة ومنار. ودلوقتي لو أنا مثلا عايز أحذف أدمن، أجي على أدمن وأعمل عملية ضغط عليه بحث، أعمل عملية حذف. يبقى عندي دلوقتي المستخدمين الرئيسيين أحمد أبو علفة ومنار. لو عايز أحذف منار أعمل برضه، هجيب عليها وأعمل حذف. وبكده في البرنامج بيتيح ليك إمكانية إضافة أشخاص وحذف أشخاص. وأرجو إنكم تكونوا استفدتوا من شرح البرنامج، والبرنامج أيضا سوف يساعدكم في مشاكل المحاسبية، ويقلل الوقت ويوفر عليكم الجهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم شارح البرنامج أحمد علي أبو علفة، الفرقة الأولى بكلية التجارة، جامعة طنطا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.